السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم دوناتس الفراخ. حاجة كده صراحة من الآخر، طعم في منتهى الجمال، روعة وموفرة كمان جدا جدا. يعني من نص كيلو بانيه هنعمل ما شاء الله كمية حلوة جدا. نص كيلو البانيه بيعمل قد إيه؟ 5 6 حتت بانيه. لا إحنا هنضاعف الكمية بقى بمكونات حلوة وسهلة وموجودة في البيت ومغذية كمان. بس تابعي معايا الفيديو وما تنسيش تحط لايك. يلا نسمي بالله. معايا هنا حبيتين من البطاطس، حبيتين وسط كده. ممكن تستخدمي حباية واحدة، يعني البطاطس دي على حسب ما تحبي، تكتري تقللي على حسب ما تحبي انت. فجبتهم وغسلتهم وقشرتهم وقطعهم بالشكل ده. ممكن تسلقيهم بالقشر بتاعهم، بس انا عشان يستووا معايا بسرعة واسهل واسرع فايه قطعتهم مكعبات بالشكل ده. مش هياخدوا منك 10 دقايق على النار وهيكونوا مستويين معاكي. ما شاء الله الوصفة دي بترمي كمية بانيه حلوة جدا وسهلة وبسيطة خالص. وإن شاء الله كل سنة وانتم طيبين. هتعتمديها عندك في رمضان، كل يوم عايز في رمضان كل يوم عايز بانيه، فراخ، لحمة، من الحاجات دي. فأنا هنا حطيت لها معلقة ملح صغيرة وحطيت لها مية سخنة واحطها بقى تسلق معايا، مش هتاخد معاكي وقت خالص. كانت في بس حتة قشرة بتاع بطاطس بحوشها. نحطها بقى على البوتاجاز تتسلق براحتها. يلا بينا نعمل ايه بقى بعد كده. انا هنا عندي ده عيش فينو، اللي بيتفضل باخده كده احمصه او اسيبه كده هينشف براحته خالص وبعد كده بالمعلقه هتحوشي الوش بتاع الفينو. ما عندكيش فينو ممكن نص كوبايه بقسماط. يعني انا هطحن ده وهاخد منه 3 معالق كبار. بعد ما طحنته معايا هنا نص بانيه انا كنت فرماه، غسلته طبعا ونقعته كويس جدا وشطفته وفرمته بالشكل ده. حطيت 3 معالق من الفينو اللي احنا فرمينه او بقسماط، وحطيت معايا نص كيس من الفيجيتار. معايا هنا التوابل معلقه صغيره مليانه ملح، نص معلقه بهارات فراخ، بابريكا، رشه جوز الطيب، كزبره، شطه، معلقه صغيره من البيكنج باودر، فلفل اسود، ومعايا رشه جنزبيل. دي التوابل بتاعتنا، ما ترتبطيش باي توابل معينه، اللي موجود عندك حطيه. ومعايا هنا حبيتين من البصل فرمتهم كويس جدا مع فصين من الثوم. مش هنصفيها، احنا عايزينها بميتها. احنا كده كده حاطين بقسماط او فينو، فما تقلقيش خالص. هنا البطاطس بعد ما اتسلقت معايا شلتها وصفيتها كده من الميه وحطيتها على على باقي المكونات بتاعتنا. قلبتها تقليبه كده. ممكن كل ده لو عندك كبه كبيره هتفضي كل ده على بعضيه في الكبه. انا هنا عشان الكبه بتاعتي صغيره خدتهم شويه شويه كده، قلبتهم تقليبه يعني كده بالمعلقه. وبعد كده ناخدهم نطحنهم في المفرمه. لازم يطحن في المفرمه كويس جدا بالشكل ده. انا المفرمه كانت مكان بصل فحطيت مكانها عادي خالص. شوفي العجينه هتلاقيها طريه معاكي، وده اللي احنا عايزينه. هتعرفوا ازاي دلوقتي. شوفي كده اتفرمت معايا خالص اهي. هنقولها بقى في طبق. بعد ما فرمتها كان هنا عندي كيس لبن بودره كنت نسيت يعني احطه، ده اختياري، عايزه تحطيه براحتك مش عايزه براحتك برضو. فهو بيعزز الطعم وبيدي غناوه اكتر، لان احنا طبعا حاطين بطاطس. فما شاء الله الكميه حلوه جدا وريحتها بقى في منتهى الجمال. عندك بقى هنا كيس حلواني اللي هو الرخيص ده، اعملي بيه. هتجيبيه تقطعيه من تحت قطع صغير كده. انا ما عنديش فاستخدمت كيس تلاجة، حطيت فيه قطعته كده من الجنب قطع صغير، وحطيت فيه معلقه زيت ودهنته بالشكل ده. ايه فايده الزيت؟ عشان العجينه تنزل معاكي بكل سهوله وما تلزقش منك في الكيس. ناخد هنا بالشكل ده. وجهزت بقى صاج وعليه كيس نايلون بالشكل ده. هشكله بقى زي ما انتوا هتشوفي بالشكل ده كده. هتنزل معاكي بكل سهوله. شوفي دوناتس ده ولا مش دوناتس؟ طعمها بقى خيال بجد. هنا جبت طبق فيه معلقه زيت كده، وعشان ما تلزقش في ايدك لان العجينه طريه اهي. بلي صبعك كده من الزيت وسهل الحروف في الاخر. شوفي بالشكل ده. سهله خالص اهي وبسيطه، وما شاء الله هتعمل معاكي كميه كبيره جدا. هتحتفظي بيها في الفريزر، تطلعيها كده ان شاء الله قبل الفطار، لانها بتتاكل سخنه على طول. وهي سخنه طعمها حلو جدا. هي مش هتقول حاجه وهي بارده، بس هي سخنه طعمها رهيب بجد. هنا بعد ما خلصت الكميه طبعا كلها دخلتها الفريزر. بقول لك اهي ناشفه معايا، لازم تدخل الفريزر وتجمد معاكي. معايا هنا كوبايه لبن على ميه، ممكن ميه بس ممكن لبن زي ما تحبي. حطيت عليها بيضه، ويا ريت اللبن او الميه اللي هتستخدميها تكون ساقعه.
حطيت معايا رشة ملح، وهجيب رشة فلفل، ومعايا هناك في الطبق التاني ده نص كوباية من الدقيق ده يعني حط شوية شوية عشان ما يتهدرش منك، فتخلصي اللي معاكي حط غيره. وهنجيب بقى الكفر الخارجي ده براحتك، انت عايزه فيجيتار براحتك، عايزه بقسماط براحتك، عايزه الخلطه الكريسبي. انا عندي الخلطه الكريسبي طحنتها برضو ونعمتها خالص زي ما كنت عاملاها معاكم في فيديو قبل كده، هوريها لكم دلوقتي. بتدي قرمشه حلوه جدا. اهو بوريكم هنا نص كوبايه من الدقيق. هاخدها بقى هنا في الدقيق الاول. هوريكم هو ده الخلطه الكريسبي اهي معايا، طحنتها كويس جدا. ناخد بقى في الدقيق الاول، وبعد كده في البيض باللبن، وعلى طول في الخلطه الكريسبي دي. سهله خالص اهي وبسيطه وما شاء الله عليها. نزلي وطلعي بسرعه، ما تخليهاش كتير في اللبن. هرجعها تاني بقى في في اللبن، وهعودها تاني في الكريسبي براحتك. عايزه تعمليها مره واحده بس مفيش اي مشكله، بس دقيقه الخطوه دي بتشيل معاكي خلطه كده مقرمشه من بره، تقيله وحلوه. شوفوا جمالها وحلاوتها، والولاد هيفرحوا بيها كمان اكتر. لازم نبقى اقتصاديين كده، واللي نقدر نوفر منه او نعمل منه كميه كبيره نعمل، لان كل سنه وانتم طيبين، شهر رمضان محتاج كل يوم. فوصفه زي دي ما شاء الله، نص كيلو بانيه يعني احنا بنجيبه ما بيطلعش فيه حاجه 5 6 حتت، لا اعملي الوصفه دي وان شاء الله هتعجبك جدا. انا هخلص بقى الكميه كلها وادخلها الفريزر تاني. لازم تدخل الفريزر حوالي 10 دقايق بس، لان انتي عقبال ما تخلصي الكميه اللي قدامك دي هتكون برضو فكت شويه كده من الحراره. جبت بقى هنا زيت سخن، انزلها وهي متجمده كده بعد ما سبتها 10 دقايق في الفريزر. نحمرها بقى، مش هتاخد معاكي وقت خالص. اول ما تاخد لون ذهبي هنقلبها على الجنب التاني بالشكل ده. وصفه سهله خالص اهي، وما شاء الله اقتصاديه. وزي ما قلت لك ما ترتبطيش بتوابل معينه، اللي موجود عندك حطيه. هطلعها بقى هنا على مناديل مطبخ عشان لو فيها اي زيت زياده هيتصفى. هنا بعد ما خلصت سبتها تتحمر، حطيت الطاسه التانية تتحمر. هوريكي ازاي تحفظيها. تجيب طبق كده فل، وحطيت فيه كيس من تحت، وحطيت اول راق وكيس تاني وتاني راق، وهكذا. لازم تحطي كيس حازل بندي دي. شوفوا ما شاء الله عليها، تحفه بجد. لازم تجربوها يا جماعه، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.